فاضل على كاس العالم 35 يوم، عشان كده خلوني اخدكم معايا في رحله لمده 48 يوم هنتكلم فيهم عن ال 48 منتخب اللي مشاركين في كاس العالم. والنهارده اليوم ال 14 وهنتكلم عن كاب فيردي او الراس الاخضر، تاني منتخب من المنتخبات اللي هنشوفها لاول مره في كاس العالم. حاولت اكتب نكته عن حوار الراس الاخضر ده، بس لقيت انه اي حاجه هكتبها هتخسرني السبسكرايبرز الجداد، فهقعد مؤدب. كاب فيردي عندهم قصه من اسوأ قصص عدم الصعود لكاس العالم على الاطلاق. لا، قصه نكد يعني. تصفيات قاره افريقيا 2014 واللي كلنا عارفين ان هي كانت اسوأ تصفيات عدت على تاريخ كاس العالم، وكلنا عارفين ليه يعني، بس كفايه النظام المقرف اللي اتعمل. يلا ما علينا، الحمد لله. المهم ان كاب فيردي كانوا عاملين اداء شرس وبيلعبوا كوره حلوه وقدموا نتائج وغلبوا فرق كبار، خطر يعني. وفي اخر ماتش في المجموعه رايحين يلعبوا تونس على ارضهم ووسط جمهورهم، وتونس مرتاحه ومش قلقانه يعني. وكعاده اي منتخب عربي اصيل لما بيحس انها مربوحه وفي الجيب بيتمرقع، وعملها كاب فيردي وتاهلوا، وصلوا للتصفيات النهائيه في كاس العالم. اخواتنا التوانسه بصوا لبعضهم كده وقالوا ايه طيب، فما حاجه ولا خلاص كده بح؟ بس الحمد لله اكتشفوا خطأ اداري ما يطلعش من مدرس العاب في مدرسه ثانوي. كاب فيردي كان موقوف منها لاعب اسمه فرناندو فارييلا. الراجل ده كان واخد كارت احمر وضارب حكم وموقوف 4 ماتشات. فارييلا كان فاضل له يطلع يضرب الجماهير في الملعب تقريبا. المعجزه ان ولا حد من الجهاز الفني ولا حد من الجهاز الاداري ولا الاتحاد ولا النص مليون نسمه اللي عايشين على الارض دي خدوا بالهم ان اللاعب ده المفروض ما يلعبش. تونس رفعت شكوى والفيفا ما خدتش كام يوم وكانت حكمت في القضيه، لانها بصراحه كانت واضحه زي الشمس. وتم احتساب فوز تونس ب 3-0، وبالتالي هم اللي اتأهلوا للتصفيات النهائية، بس لعبوا بمنتخب الكاميرون وخرجوا. واضح ان اخواتنا التوانسه ما اتعلموش حاجه من اللي حصل. المهم ان كاب فيردي قرروا يستغلوا الفرصه ويبنوا مشروع بجد بقى، وقرروا يستغلوا ان عندهم لعيبه كتير بتلعب في دوريات خارجيه وليهم اصول من الراس الاخضر زي ريناتو سانشيز، وعشان كده بداوا يكونوا فريق قوي جدا من المحترفين دول. اللعيبه دول برضو كانوا هم طريقهم للوصول لكاس العالم السنه دي. انت عارف ان كاب فيردي دول عندهم حاجه غريبه جدا؟ يعني اصلا كاب فيردي دي عباره عن مجموعه جزر في وسط المحيط الاطلنطي، والطقس دايما عندهم مش مستقر ومش كويس، عشان كده النزول في المطار ده يعني صعب جدا. لما تروح هناك خد بالك. بس كده، هل تفتكروا ان الراس الاخضر السنه دي هيعملوا شويه شقاوه في كاس العالم ولا هيكتفوا بالحضور المشرف؟ قولوا لي في الكومنتس.